التونسي ادب الترجمه معناها ما عندوش مشكله. تحضر انا ميساج شويه مشكل. بالنسبه للدوله الاشكال في تونس هو التحكم في النفقات، سي كيسيون دو ديبونس بوبليك. ثم اون اوتر ايتود دو لانستيتو موريناري، تسمحوا لي برك نوريها لكم جوست لحظه. انستيتو مونتاني نفس الاشكال صار في فرنسا. هذه l'Institut de l'entreprise, l'Institut Montaigne عملوا دراسة mettre enfin la fiscalité au service de la croissance. هذا هو الإشكال، أنها الجباية ما تكونش عقوبة على المواطن، أنها تكون عندها غاية، مش باش ياخذ فلوس الدولة، باش تعمل بها الجباية، باش تعمل بها استثمارات في البنى التحتية، باش تعمل بها استثمارات في مجالات القيمة المضافة، باش تشغل بها حاملي الشهادات العليا في قطاعات ما كانتش عندنا في تونس. هذا قدموا بزوز معاهد هذه دراسة قدمها الرئيس فرنسا en septembre 2013 elle a été présentée à François Hollande وطلعت عليها حتى قبل ما تصدر. الاشكال ها يقول لك هنا في الصفحه رقم 8 مشات الاوجه كلها اوجه الجبايه، الجبايه الدوله، الجبايه المحليه، الجبايه على المؤسسات، دراسه كامله تقدمت في فرنسا هي ودراسه اخرى زاد الاستاذ لوي غالوا يعني سور لا كومبيتيتيفيتي، نفس المشكل في تونس في فرنسا. تشوفوا هنا قداش الضرائب عندهم برشا، وصلوا توا 75% بالضبط الجبايه عندهم 75% من الناتج الداخلي الخام. الاشكال يقول لك هنا تشوفوها على باج 8 فوالا عذرا voilà le refus d'agir sur la dépense autrement qu'à la marge، يعني تعمل لي بتيت ميزور، تزيد شويه على الكهرباء، تزيد شويه على الموفي، تزيد شويه منها، تزيد شويه ما غير حتى فايده. العام اللي فات بقينا في تونس دون المأمول بنسبه الزياده في المداخيل الجبائيه ما وصلتش حتى ل 12%، وعندنا نقص ب 3 مليار دينار. عام سنه هو يحب يزيد 30% مداخيل جبائيه، لكن وطالب يعني 5 مليار دينار الله اعلم به من باش يجيبوا. Ainsi, d'après la Cour des comptes, la contribution des dépenses à l'effort d'ajustement structurel aura été nulle en 2012. Il y a une courbe, on appelle ça la courbe de Laffer, L-A-2-F-E-R, Arthur Laffer. C'est un économiste américain. Il a démontré que quand on met trop d'impôts, on ne reçoit pas ce que l'on attend d'impôts. Et c'est la classe moyenne et la classe faible qui trinquent. Donc, aura été nulle en 2012 et c'est seulement de 20% en 2013. Il est pourtant démontré, semble-t-il, qu'à partir d'un certain niveau de dépenses publiques, le levier de l'impôt est moins efficace que les économies budgétaires pour réduire le déficit, ne serait-ce que parce qu'à partir d'un certain niveau, le rendement de l'impôt devient décroissant. Ça, c'est la théorie de l'affaire. La révision à la baisse en juin dernier des prévisions de recettes budgétaires pour 2013 par rapport à la loi de finances votée par le Parlement traduit ainsi le fait que le niveau de prélèvement a aujourd'hui atteint en France un niveau manifestement excessif. À cet égard, la perspective d'une pause fiscale promise par le président de la République et permise par le retour fragile de la croissance s'avère toutefois ambiguë. في فرنسا في الشهر اللي فات صار مظاهرة كبيرة، ظاهرة اسمها احتجاج الفرونت فيسكال، سموها لي بوني روج، الناس لبسوا لي بوني روج نتاع الثورة الفرنسية ورفضوا شرفوا أداء جديد اسمه ليكوتاكس. الميزانية الفرنسية نهار 28 نوفمبر 2013 طاحت في مجلس الشيوخ وطيحها الحزب الحاكم. طيح البارتي السوسياليست. علاش؟ على خاطر سمى الضغط الجبائي كبير على الناس في بلاد الشطور وقدروا وقتها جابوا سامحني استاذ نعطي برك الانكدوت صار في فرنسا نفس الشيء ونفس العقليه. جابوا في بلاصه الوزير الاول في فرنسا جون مارك كيرو الحزب نتاعو تعرفوه البارتي سوسياليست ان فرنسا، مارتين اوبري قدمت دومينيك ستروسكان على القضايا اللي عليه وعلى المشاكل اللي عليه، لكن خاطر هو اقدر على تسيير الاقتصاد وقدمته الرئيس خاطر هذا باش يشد توخيل من البلاد اللي تدخل بعضها يعني تترشق علينا. جون مارك كيرو في وقتها طيح البروجي دو فينونس، الى في بوجي لي فير الحلفاء نتاع الحزب السياسي مع الخضر، طيح مشروع قانون الماليه اللي توا قاعد تعاود من جديد في فرنسا. مأنس فقط وزير الماليه بيير موسكوفيسي قعد يعني في مجلس النواب فرنسا لاسومبلي ناسيونال قعد دخل بعضه بتمام الكلمه يعني وقعد يعني يطلع في الكلام مش عارف نفسه باش ينقص في التي في ا ولا باش يزيد في الامبو، هذا وقف الحصه وخرج على خاطر جاه امر الوزير الاول قال له كل شيء وطاح في الماء اون فافير لي زيتاج نيفو دو لا فيسكاليتي البلاد ما عادش تقدر. هذا هو الاشكال. نحن ما نحبوش نص الشيء هذا، نحبوا نقصوا من نفقات عموميه، من نفقات التشغيل، من نفقات المؤسسات العموميه اللي يعني فيها كثير من السرقات وكثير من الاختلاسات. البنوك وما ادراك ما البنوك فتره الثوره 2011 80% من الفلوس اللي زادتهم البنك المركزي مشاو قروض استهلاك. كنت انت تستعمل الجبايه كنت تاكسي تفرض ضريبه على قروض الاستهلاك وتفرض على البنوك توجه استثمارها نحو قروض الاستثمار، لانه في تونس لما تكون في الشمال الغربي تطلب قرض من بنك المشروع صغير 54% من الامكانيات باش يقول لك لا، في الوسط الغربي 45%. نعطيك مثال هذا صار في 1982 في تونس. 1982
فما سؤال جست نحكي على البنوك وقدرتها على 1982 وقتها كان فما تعرفوا البلاد معناها كانت ماهيش في احسن حالاتها، وقتها حبوا يطوروا القطاع الخاص، فجاءت توصيه من البنك سنترال في اخر في السمستر الثاني نتاع 1982 على اساس معناها امتيازات جبائيه محدوده بالنسبه للتمويل المشاريع الجديده. يحكوا لي الناس اللي كانوا في الوقت هذاك كان يهز معناها عنده تحديده معناها بال10 بال15 مشروع يدخل في الكوميتي ويعطيهم معناها فلوس فرقوا عليهم، كانوا في الناس بالتليفون. للاسف الشديد بعد الثوره مشاو كما كان يحكي الدكتور اكثريه القروض اللي مشات في قروض استهلاكيه، قروض سيارات، قروض معناها قروض بيرسونيل معناها كريدي بيرسونيل لتحسين المسكن او لحاجات ما مشاتش للاستثمار معناها لدفع الاستثمار. شكرا دكتور محمد صالح على التدخل، وكذلك دكتور صادق. سنستمع الى السيد هيثم ثم اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب نشكر الدكاتره على دخلة القيمه اللي قدموها لنا. اردت السؤال عن 3 نقاط. النقطه الاولى هي بالنسبه لمشروع قانون الميزانيه، ما هو تمام معناها التناسق والتوافق بين المنظومه القانونيه والمنظومه الاقتصاديه، لانه ما كنتوا تحكيوا فيه حضرتكم فيما يخص المشاكل الاقتصاديه من عدم تمكن الدوله من ادخال موارد ماليه لها هي هو اشكاليه قانونيه بالاساس. هل اليوم قانون الميزانيه الى حد الان قاعد يناقش بالطريقه نفسها وهي بمعزل عن المنظومه الاقتصاديه؟ اليوم نحن في حاجه الى نقاش حقيقي بين المنظومه الماليه من شيره والمنظومه القانونيه من شيره اخرى كي نتحط على السوق الموازيه والتهريب وجميع الاشكاليات هذه. النقطه الثانيه حبيت نسال عليها هو زيادات في الاجور. فما العديد من الحديث ولغط حول انه زياده في الاجور بالنسبه للموظفين السامين اللي صاروا من قروض ومنح كانوا للدوله. يعني هذه الاموال هذه لم يتم استثمارها في مشاريع منتجه للمال ومنتجه للثروه، بل تم استثمارها في زيادات وفي مطلبيه، وهذا ما مدى تاثيره في الميزانيه نتاع الدوله في الوضعيه الاقتصاديه نتاع البلاد. النقطه الثالثه في علاقه بالتعليم العالي. اليوم دكتور صادق تحدث لنا على 1600 فيريفيكاتور، وفما اشكال في الكوادر نتاع الدوله، فما اشكال في مجموعه من الخطط داخل الدوله ناقصه، الدوله تعاني من عجز منهم. في علاقه بالتعليم العالي وفي استراتيجيه التعليم العالي في دعم قطاع او قطاع اخر. اذا كان اليوم نحكيو على دوله ما بعد ثوره، هي في حاجه اظن هذا هو تقديري الشخصي في دعم قطاع المهندسين وقطاع الاقتصاديين في فتره بناء. اليوم ما هو مدى استجابه وزاره التعليم العالي او دعم الميزانيه ميزانيه الدوله للتعليم العالي من اجل دعم قطاع معين الدوله اليوم في حاجه ليه من اجل اصلاح المنظومه الاقتصاديه والمنظومه السياسيه عموما. ونقطه والرهان على الطلبه رهان استراتيجي. اليوم نحن نكاد نرى انه الميزانيه نتاع البلاد وكانها يعني عمال مطافي وكانها مطفي في حرائق. ماناش قاعدين ننظروا الى الوضعيه الاقتصاديه نتاع البلاد او الى المشاكل كمشاكل الى حلول كحلول استراتيجيه. قاعدين نقدموا في حلول استراتيجيه، قاعدين نتعاطوا مع الاني وما نتعاطوا مع المستقبلي. هذا سؤال اخير. السؤال الاخر، النقطه الاخيره ما تفضلتم به كثير هو تشخيص المشكل. لحد الان سمعنا تشخيص ومشاكل الدوله في استيراد الاموال، وبينتونا يعني الهانات ونقاط الضعف اللي تعاني منهم الدوله التونسيه من اجل الحصول على الاموال اللي هي تتوقعها. ما هي الحلول اللي تقدروها من اجل تفادي الاشكاليات هذه؟ وماذا بينا نعرفوا اكثر نغوصوا اكثر في مشروع الميزانيه في حد ذاته، لان سمعنا نقطه اخرى كنت رحت تقبيلك عطيت عليها ملاحظه، وانه وزاره التعليم العالي الان تعتبر انه الحد الادنى الحد نتاع الاجر الادنى هو 3000 دينار في العام، 3400 دينار في العام، بينما حسب تعريف قانون الميزانيه 5000 دينار. يعني سوء التنسيق ومش التنسيق، خاصه انه هذا فيه تاثير مباشر على المنح، على زيادات في المنح، لانه يعني اليوم المطلبيه والزيادات للاسف لم تطل الا الموظفين ولا السيادة، ما طالتش الطلبه. اليوم فما اشكال كبير في شكرا.
نشكركم الزوز معناتها على الحضور بتاعكم وعلى المداخله القيمه اللي عطيتوها لنا. انا يمكن المداخله نتاعي باش تكون فيها شويه، انا حبيت نقول انا نختلف معكم في التشخيص او بالاحرى التوصيف الميزانيه نتاع مشروع قانون ميزانيه 2014، لاني انا نعتبره كارثه على الشعب التونسي، ونعتبر انه المشروع هذايا هو مشروع مسقط على الشعب التونسي من الدوائر نجم نقولوا معناتها الامبرياليه، بحكم انه هي املاءات او اصلاحات هيكليه من صندوق النقد الدولي. انا عندي شويه ارقام يمكن تحبوا نحكي معكم بالارقام. احنا نعرفوا انه البي بي اللي هو معناتها الناتج الداخلي الخام نتاع تونس يقدر 82 مليار دينار، وميزانيه 2014 هي 28 مليار 25 مليار دينار سامحوني، اي ما يقارب بالانشاء. كي نجيو نحكيو على تطور الميزانيه بالاسعار الجاريه من 2010-2014 باعتبار الخريط 2010-2014 على خاطر 2010-2011 صارت ثوره في البلاد والامور الاقتصاديه نتاع البلاد معناتها ماهيش ستابل، والسياسيه معناتها يعتبر الامور الاقتصاديه مرتبطه بالامور السياسيه نتاع البلاد. في 2010 الميزانيه كانت 17884 مليار دينار. في 2014 28025 مليار دينار. هذه من غير معناتها الاخذ معناتها ما خديناش الاسعار ارتفاع الاسعار. بري كونستون. بري كونستون فوالا. وكي ناخذوا سامحوني ارتفاع الاسعار 28025 ما بين ارتفاع الاسعار 22494 يعني معناتها من 54% الواحد يفهم فرق كبير. هذه حاجه الاولى. كي نجيو نحكيو توا على التقشف، هما اللي جايو زاد قالوا احنا بالنسبه لينا باش نعتبروا باش ناخذوا التقشف على خاطر البلاد معناتها ما تحتملش كيما قلتوا انتم الاسباب نتاع زياده في الاجور، اضرابات، سوء التصرف موجود زاد. سوء التصرف بالاسعار الجاريه كما قلنا. في 2013 كان 27481. هذا شنو بالضبط؟ الميزانيه هذه هما معناتها شو الرقم معناها شنو يفيد معناها الميزانيه؟ اوكي 27481 في 2013. في 2014 28025 اما بالتقشف 25805 يعني 400 من غير ما كما قلنا احتساب زياده الاسعار. الحاجه اللي انتم معناتها قاعدين سنه لكم باش تقولوها ما قلتوهاش، اللي الديون الكريهه اللي ديت اوديوز نتاع تونس اللي احنا نورمالمون ما نخلصوهاش، الديون نتاع بن علي. نعرف الموارد نتاع الدوله، فما موارد ذاتيه وفما الموارد نتاع الاقتراض. الموارد الذاتيه من اهمها الجبايه. الشعب التونسي قاعد يدفع في 72% ما يقدر ب 20287 مليار دينار. وموارد الاقتراض قاعد 20 مليار قصدي. نعم 20 مليار قصدي يدخل 20000 مليار سدويان شيفر استرونوميك 20 مليار يعني 20 مليار دينار قصدي. حتى اللي كنت حتى بعد اللي كنت قدام جيري ولا حاجه يدخل لي 20 مليار دينار يطلع الشيفر يعني بصفه رهيبه يعني يدخل 20 مليار دينار تغلي. ايوه بارك الله فيك. بالنسبه لموارد الاقتراض 7738 مليار دينار. لي ديت اوديوز عايش خاصة جاوب انا مش جاوب انا كنت اما برك اختصر على خاطر انا معاكم حتى راهو الاربعه وربع على 4 ونص عندي موعد فقط. خلي شويه زملاء باش نجموا نبدلوا الكلمه. اظن رجعتها شويه معناتها لي ديت اوديوز. بالنسبه للضريبه المباشره انتم حكيتوا معناتها على زيادات في الاجور وحكيتوا معناتها على لي زامبو دي تاكس سيرتو لي تاكس معناتها نتاع الشركات، وقلتوا انه زياده الاجور لها معناتها كونسيكونس على الميزانيه على ارتفاع معناتها ولا على الميزانيه نتاع 2014. انا نقول لك في 2010 النسبه نتاع المرتبات والاجور تقدر
هذا مش معقول. معناتها انتم حبيتوا تقولوا انه الزيادات في الاجور لها دخل، لانه معناتها هاو باللي شفر هاو موجود، انه مش زيادة الاجور فيها دخل، العكس. المرتبات معناتها الاجور معناتها مش ماهيش هي معناتها مش في هذيك. ايش نحكوا على القروض الداخليه؟ نرجعوا تو معناتها ليدات وجوز. القروض نتاع تونس فيها نوعين، كما القروض الداخليه والقروض معناتها الخارجيه. القروض الخارجيه في 2011 تقدر ب 2364 مليار دينار، في 2014 تقدر ب 5328 دينار. هذه هي القروض الخارجيه. زود القروض فيها انواع، فما الونغ تير فما اكور تير. الونغ تير نحن تونس معناتها الحكومه خاصه الحكومه هذه قاعده استعملت معناتها قاعده تعرف فيهم انواع. نعرفوا معناتها برشا عباد ما عادش يعرفوا بدايه الونغ تيرم واكور تيرم انه هما زوز معناتها خراب البلاد التونسيه، اما هذا مش نقعدوا معزولين احنا معناتها على البرة ومانيش باش نقتربوا. اما زاد ليدات اكور تيرم هي مش خراب بركه، مش خراب. اول حاجه نقترضوا اكور تيرم معناتها ما نفوتوش 3 سنين في الترجيح، والانتريز تو دانتيري يكون مش متفاهم. انسى مليان باش نتعسف عليك شويه، سامحني تجاوزت دقيقتين برشا. جوست الدكتور حاضر باش يجاوبك يعطيك الصحه. بالنسبه لحكايه الديون انا نخلي البقيه يمكن الدكتور باش نحكي لكم حكايه. انا كنت في واشنطن في مارس 2011. واشنطن مارس 2011 وكان عندنا معناها لقاء مع مجموعه من الناس اللي تسميهم اصدقاء تونس يحبوا يعاونوا. وكان من ضمن المطالب نتاعنا الغاء الديون او اعاده جدولة الديون. والله فما واحد تونسي في البنك العالمي كان موجود مسكين راهو تعرف قريب شي ينقز علينا وقال لنا رد بالكم تعاودوه. مش فاهمك علاش. كانك انت معناها لا يقدر علينا الكل. انا الوالد نتاعي توفى وعنده ديزونجاجمون اخرين ونعرف اللي الوالد نتاعي هذاك ديزونجاجمون اللي خداهم هذوك معناها ما نصرفهمش في كذا تجيش العائله نتاعو وتقول لا انا خاطر الوالد نتاعي هذا ما يعنيش انه النظام السابق ولدنا، لكن هذه في اطار لا كونتينيتي دي ليتا. راهو ردوا بالكم احنا راهو دوله تونسيه، الدوله التونسيه راه قبل الاستقلال راه دوله عريقه جدا وني جامي اونتري اون ديفو. يداولوا علينا اجيال يداولوا علينا حكام كذا، ولكن هذاك سي ان انجاجمون دو ليتا. وانا مانيش موافق ياسر. معناها فما اطروحات قاعده تحكي على الحكايه هذه سافا ديكريديبيليزي لا تونيزي، تنقصنا في السمعه نتاعنا. احنا حكمونا ناس، هذيك مسؤوليتنا احنا بدينا في الحكام هذوك. لابد انه في اطار مواصله الدوله هذه معناها تنجم فما ناس اخرين تو قاعدين يحكيوا على اوديت نتاع الواحد وكل شيء. انا نتصور انه معناها في اطار عاد قلت لك السيد هذا تاع البنك الموديل رد بالك تعملوا لانه هذيك سافا كريديت ما عادش غدوه تتسلف. معناها غدوه تجي تتسلف من عند مؤسسه دوليه ولا كذا يعرف اللي انت توي تومبي اون ديفو. دونك انا حسب رايي وهذا ما يلزمني كان انا معناها كل شيء، ولكن معناها ناكد على موضوع انه لا كونتينيتي دو ليتا تخلي انه ولو خذينا نعرفوا القروض هذيك مشات في الفساد مشات في كذا مي في الدور كاد لا كونتينيتي دو ليتا يلزمنا لي زونجاجمون نتاعنا اللي خديناهم هذوك نتحملوهم. القانون الدولي يعترف معناتها في 2011 قال لك صرح انه الشعب التونسي غير معناتها مطالب بتسديد الديون هذه، لان هي اول حاجه ديون كريهه. وفما معناتها فما امثله لبرشا بلدان، واول بلاد معناتها اول بلاد في العالم ما خلصتش الديون نتاعها هي امريكا. وفما معناتها تجارب معناتها على طول. اعطيني امريكا سامحني تو برا جوستومون. انت تتكلم توا على تيوري دو لا ديت سيليرات، هذه معروفه وموجوده في فقه القانون من 1930 موجوده، لكنها فعليا لم تطبق. كي تدخل الولايات المتحده الامريكيه، الولايات المتحده الامريكيه اليوم لكن تجي تطبق عليها معايير اقتصاديه حقيقيه سي ان ايتا اون فايز. لكن الولايات المتحده الامريكيه تيتيليز سا بيسونس القوه نتاعها العسكريه وقوه الصناعه نتاعها باش تاخذ الفلوس من الدول الاخرى تو سامبلومون على اساس وعد بارجاع المال، ماهوش حتى ارجاع المال، وعد بارجاع المال. علاش؟ خاطر معامل الثقه اللي انت ما عادش ثم ثقه في الاقتصاد التونسي. تعرفوا انتم توا الكلاسمون نتاعنا توا لي زاجونس دو نوتاسيون بي 3 يعني باش ندخلوا يعني اون كاتيجوري سبيكولاتيف. انت كي تقول انا ما عادش نخلص الدين نتاعك تو يهبطك ديريكتومون في الدين. الدين يعني ديفو دو بايمون. وكل الكريدي اللي تكون تحكي عليك الانتيري هذاك يكون مثلا 4 ولا 5% ولا 25
سامحني كمان مادموزيل. واللي 5